هنجيب ورق العنب، وانا استخدمت المجمد لاني طبعا احنا مش في موسم ورق العنب، بس طبعا مفيش احسن من الطازه. هتطلعوه بالشكل ده هتلاقوه جامد قوي. هتجيبوا بقى ميه دافيه تحطوه فيها وتسيبوه لحد ما يفك خالص. بعد ما يفك هتلاقوا الورق بيتفك من بعضه بكل سهوله. هتشطفوه تحت الميه كده وتسيبوه بقى يصفي ميته كده، هو جاهز على الحشو. والاحلى خلطه هنزل بنص كيلو من الرز المصري مغسول ومتصفي من الميه كويس، بصلتين متقطعين صغير قوي، نص كيلو من الطماطم متقطعه صغير قوي، حزمه من البقدونس برضو مقطعاها صغير جدا، ومعلقتين كبار من النعناع الفريش، معلقتين كبار من الصلصه، ربع كوبايه من عصير الليمون، وربع كوبايه من دبس الرمان، ونص كوبايه من زيت الزيتون، معلقه كبيره من الملح، معلقه صغيره من الفلفل الاسود والبهارات والسكر والنعناع الناشف، واهم معلقه صغيره من البن التركي. وما تستغربوش خالص، ده سر من اسرار الوصفه دي ومهمه جدا. مش هتحسوا بطعمها خالص، هي بتظهر طعم كل حاجه وبتفرق جدا في الطعم. هتقلبوا الخلطه كويس جدا وكده بقى جاهز عندكم احلى خلطه. هتجيبوا ورق العنب، هتلاقوا ناحية خشنة كده وفيها عروق والناحية التانية ناعمة. احنا بنحشي وبنحط الحشوة على الناحية الخشنة. هتفردوا الورقة كده بكل سهولة وتجيبوا جزء من الحشوة بنحطها في النص بس ونوزعها كويس قوي، والجوانب مش بنحط فيها. بعد كده هتقفلوا الورقة كده على الحشوة وتبتدوا تلموا الجوانب. هتجيبوا الجنب ده كده والجنب التاني بالشكل ده، وبعد كده تلفوا الورقة بكل سهولة. واحنا بنلف بنضغط شوية وفي نفس الوقت بنلم الورق من الجوانب علشان شكل الصباع بتاع ورق العنب يبقى حلو بالشكل اللي انتوا شايفينه ده وما يفتحش مننا اثناء السوى. شايفين بقى شكله حلو ازاي؟ شكله حلو جدا ومقفول كويس، والموضوع بجد سهل جدا. انتوا بس لو انتوا اول مره تعملوها هتحسوا بصعوبه شويه، بس بعد كده الموضوع هيبقى بالنسبه لكم سهل جدا وهتتعودوا عليه. انا استخدمت نص كيلو من ورق العنب، يعني كيسين، لان الكيس بيبقى ربع كيلو والحشوه بتكفي بالظبط نص كيلو من ورق العنب. عملت كل الكميه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هجيب الحله بتاعتي، والمعتاد ان احنا بنحط بطاطس او ممكن كمان تحطوا جزر زي ما تحبوا. بتحطوا البطاطس وترصوها، وبعد كده ترصوا ورق العنب داير ما يدور كده مع الحله لحد ما تخلصوا الكميه كلها. شايفين بقى شكله حلو ازاي؟ والميه اللي فاضت من الخلطه اوعوا ترموها، هتصفوها كويس جدا علشان هنسقي بيها ورق العنب. بعد ما بتصفوها هتضيفوا لها كوبايه من الميه السخنه، معلقه كبيره من الصلصه، ربع كوبايه من دبس الرمان، وربع كوبايه من عصير الليمون، وربع كوبايه من زيت الزيتون. هنظبط الملح والفلفل الاسود ونقلبهم بقى مع بعض كويس جدا. ودي احلى حاجه هتسقوا بيها ورق العنب. هتبتدوا تسقوه كده وتهزوا الحله عشان تتاكدوا ان الميه نزلت تحت، وبعد كده تسقوه تاني. ومستوى الميه بيبقى عند الصف اللي قبل الاخير، مش بنوصل بالميه لحد الصف الاخير. هجيب بقى شويه من الورق، انا ببقى سايباهم علشان اغطي بيهم الوش بتاع ورق العنب، وبعد كده بجيب طبق اصغر من الحله علشان احطه على ورق العنب كده، علشان وهو بيغلي ما يفكش من بعضه. الاول بنحطه على نار عاليه لمده 10 دقايق، وبعد كده بغطيه واوطي النار خالص لاقل حاجه، وبيقعد بقى في السوى من ساعة ونص لساعتين. بياخد وقت اطول من المحشي العادي، خلي بالكم عشان يطلع معاكم دايب وحلو قوي. انا خد معايا ساعتين وكان حلو قوي. وطبعا مش بنفتح عليه ولا بنشوفه ولا بنقدمه الا لما يبرد خالص، علشان يفضل محتفظ باللون والخضار واللمعه اللي انتوا شايفينها دي. لو فتحتوا عليه واي هوا دخله هيبتدي يغير لونه وهيبقى مش حلو خالص. تقدروا طبعا تقدموه ان انتوا تقلبوه بالشكل ده. وشايفين بقى البطاطس خدت من طعم الخلطه ومفيش ولا واحده بطاطس لزقت في الحله. وبالنسبه لي مش دي الطريقه المثاليه لتقديمه. انا بعمل له صوص خطير. بجيب ربع كوبايه من الليمون، عليها ربع كوبايه من دبس الرمان، وربع كوبايه من زيت الزيتون، وشويه كده من الرمان. لو عايزين تخففوا الصوص ده بشويه من الميه مفيش مشكله، بس انا بحبه يبقى مزز اكتر فمش بخففه باي ميه. بجيب بوله وبحط شويه من الصوص وشويه بعد كده من ورق العنب، وطبقه تاني من الصوص وطبقه تاني من ورق العنب، وبقلبه على طول في طبق التقديم علشان يبقى بالشكل الحلو اللي انتوا شايفينه ده. وبس كده وبكل سهوله بقى جاهز عندكم احلى يالانجي في البيت او ورق العنب البارد. هو طبعا بيتقدم ساقع، يعني بتحطوه في التلاجة، وكل ما بيقعد في التلاجة كل ما طعمه بيبقى احلى كمان. لو مشيتوا على الخطوات بالظبط هيطلع معاكم حلو قوي. الصباع ماسك نفسه وما فكش اثناء السوى، وكمان الرز من جوه مفلفل. يعني رغم ان هو بيقعد ساعتين على النار بس برضو الرز بيطلع معاكم مفلفل وحلو قوي. كان بيدوب كده في البق، والصوص اللي احنا عملناه اداله اضافه حلوه جدا. انا متاكده ان ده احلى ورق عنب بارد او يالانجي ممكن تجربوه في البيت. جربوه، انا واثقه جدا انكم هتحبوه.